أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا منشد جميل، هو المنشد أحمد عبد الحميد الهواري. بنرحب بيك يا أحمد. وأنا برحب بكم ومبسوط إن أنت معايا. أحمد، مين هو المنشد أحمد عبد الحميد الهواري؟ المنشد أحمد عبد الحميد الهواري هو مجتهد في الأناشيد الدينية، تمام. وبيحبها وبيتمنى يطلع يعني حلو في الأناشيد الدينية. أحمد، أنت طالب في الصف التاني الإعدادي. تاني إعدادي أزهري؟ أزهري. أنت شاطر في الدراسة؟ شاطر بس مش قوي يعني. شاطر بس مش قوي؟ طب وأنت عايز تبقى شاطر قوي ولا تفضل زي ما أنت كده؟ لا، مش شاطر قوي طبعا. ان شاء الله تعوض ده، تبقى احسن من كده كمان ان شاء الله. طيب، احمد، ازاي عرفت ان انت عندك موهبة؟ وانا قاعد لوحدي كده كنت بقرا قران، يعني لقيت صوتي حلو في القران، فسمعت واحد اسمه احمد حسن الصعيدي ومحمود فضل، سمعتهم بيقولوا اناشيد دينيه، يعني فجربت كده، لقيت صوتي حلو خالص في الاناشيد الدينيه، فكده يعني فحبيتها وفضلت فيها. طيب، ازاي بتطور موهبتك يا احمد؟ ازاي بتطورها؟ يعني كل يوم بتطورها ازاي؟ اقولها ازاي دي؟ يعني بتطور الموهبة بتاعتك دي ازاي؟ بتقول اناشيد كل يوم وقرآن كل يوم عشان تطور موهبتك، ولا بتستنى لما تيجي لك انشودة وبتقولها؟ لا، بقولها كل يوم. بتطور نفسك كل يوم بأنشودة جديدة. طيب، مين هو قدوتك في الحياة؟ يعني مين اللي بتقتدي بيه في الحياة انك يعني هو ده القدوة بتاعك؟ بابا. طيب، ازاي بتختار الاناشيد بتاعتك؟ انا يعني بسمع نشيد، فبشوف على صوتي، لو جاي على صوتي اخده. يعني لو هو عجبك فانت بتحاول تقوله اكتر من كذا مرة بحيث تبدأ ايه تقوله. طيب احمد، تحب تقول لنا ايه في الاول خالص في الاناشيد الدينية؟ رايحة فين يا حاجة؟ نسمع رايحة فين يا حاجة من المنشد أحمد عبد الحميد الهواري. اتفضل يا أحمد.
ريحة فين يا حاجة يا مش القطيفة، ريحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغته. يا نخلي مكة يا طويل يا عالي، والتمر منك دوال المهالك. صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغته. يا بئر زمزم جينا بالسلامة، والشربة منك دوال المسافر. صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغته. شكرا، برافو عليك يا احمد، حاجه جميله جدا جدا جدا، صوتك رائع وعندك احساس جميل جدا. نرجع تاني يا احمد ونقول نفسك تكون ايه لما تكبر؟ أكون شيخ الحرم المكي. مره واحده يا احمد؟ يعني نفسك تكون امام الحرم المكي؟ طيب انت فكرت في الامنيه دي ازاي؟ ايه اللي خلاك تفكر انك تكون امام الحرم المكي؟ هو مفيش حاجه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انت ازاي فكرت في حاجه زي كده؟ عشان أنا بحب القرآن وكتبت القرآن وعايز أطلع زي الناس الشيوخ وأبقى زيهم. طيب احمد، ايه الصفات الكويسه اللي جواك؟ ايه الصفات الكويسه اللي انت شايفها جواك حلوه؟ الاحترام. يعني انت بتحب الاحترام بس؟ لا، امال ايه؟ وما بحبش الكذب. بص يا احمد، عايزين نسمع منك قمر. انت صوتك فيها جميل جدا وحابين نسمعها منك. اتفضل يا احمد. قمرون سيدنا النبي، قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست آيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست آيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير الورى يا قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست آيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست آيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي، الله، حاجة جميلة جدا طبعا. بشكرك طبعا عليها يا احمد، ربنا يوفقك ان شاء الله ويعينك وتبقى احسن الناس كلها ان شاء الله. ايه رأيك يا احمد تسمعنا دلوقتي رمضان؟
اللي انت بتحبها جدا للمنشد احمد حسن، نسمعها يا احمد، اتفضل. رمضان رمضان قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان بالذكر والقرآن 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 تراويحنا وسجودنا تواشيحنا وركوعنا تزداد في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان ربنا ارحمنا الله بصيامنا قبلنا الله ربنا ارحمنا بصيامنا قبلنا ربنا ارحمنا الله بصيامنا قبلنا ربنا ارحمنا بصيامنا قبلنا رمضان رمضان قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان للذكر والقرآن 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 والقرآن. جميل يا احمد، برافو عليك. طيب بتحبي مين في لاعبين كرة القدم؟ كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو ورونالدو. محمد صلاح برضه. تحب محمد صلاح برضه؟ احنا كلنا طبعا بنحب محمد صلاح. محمد صلاح راجل مصري، وراجل له شهرة عربيا طبعا، كلنا بنحبه. طيب احمد، تحب تسمعنا ايه تاني بعد ما قلت الكلام الجميل بتاعك ده؟ محمد نبينا. محمد نبينا. نسمع محمد نبينا من المنشد احمد عبد الحميد الهواري. اتفضل يا احمد. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته ويتحلى بصفاته يا بخت اللي ماشي يشفع لي في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته ويتحلى بصفاته يا بخت اللي ماشي يشفع له في مماته. برافو عليك يا احمد، حاجة رائعة جدا جدا. محمد نبينا بنور هدينا، حاجة في منتهى الروعة. احمد، اصعب حاجة عليك ومش بتحب تعملها ايه هي؟ يعني في حاجات انت حاسس انها صعبة عليك ومش بتحب تعملها، زي ايه؟ مش عارف. مش عارف. طب ايه الصفات الوحشة اللي انت بتكرهها؟ انت واحد يكون عامل حاجة ويلبسها فيا، يعني دي صفة بتخليني وحشة، ان ممكن يكون هو عامل أتعصب حاجة عليه. وبيعملها فيك ويلبسها فيك انت، وانت اللي بتعاقب عليها، لكن انت في الاخر ما بتكونش انت اللي عملتها. انت حسيت الاحساس ده قبل كده يا احمد؟ ياه كتير. طيب نسمع صلوا عليه شافيع الأمة من المنشد أحمد عبد الحميد الهواري. اتفضل يا أحمد. صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. رائع طبعا، حاجة كويسة جدا. بالتوفيق إن شاء الله. أحمد، كلمة قالها مدرس أو مدرسة في المعهد أو المدرسة ولسه متعلقة في ذهنك كويس يعني.
المدرس قال محدش يخرب، عشان لو اتعارك او عمل حاجة في المدرسة هعمل له طلب رفض ومش هيخش مدرسة تاني. يعني محدش يبوظ المدرسة، محدش يكسر في المدرسة. جزئية الاحترام دايما في المدرسة دي حاجة مهمة جدا. في الأزهر. طيب أحمد، أطرف موقف حصل لك يا أحمد؟ أطرف. موقف ظريف كده حصل لك كده مرة كده. مش فاكر أي موقف كده حصل لك كده في حياتك كده وأنت مثلا انبسطت منه وزعلان منه؟ زي، افتكر براحتك. نسيت، مش فاكر؟ اشمعنى يعني؟ طيب ايه اكتر حاجة بتخوفك يا احمد؟ اني اكون بتفرج على افلام رعب واتخيلها وانا جايه انام وانا ماشي لوحدي. يعني لما تبقى لوحدك بتخاف من الافلام؟ طب انت هتتفرج عليها ليه اصلا يعني؟ بتسليني. بتسليك يعني؟ انت شايف انها الافلام الرعب بتسلي دلوقتي؟ اه. طيب بمناسبة افلام الرعب، هتسمعنا ايه بقى افلام الرعب ده؟ كنت صعب تقول ايه العمل يا احمد، نسمعها؟ ماشي، قول لنا احمد ايه العمل يا احمد، اتفضل يا احمد. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم يشهد انك رسول الله. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم يشهد انك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك. ارحم محبينك عاشوا على دينك. ما احلى سواد عينك يا ابن عبد الله. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. نبي نزل والله زين لو انشق القمر نصفين. نبي نزل والله زين لو انشق القمر نصفين. ولو معارج يوم الاثنين إلى الحضرة لبيت الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. يا احمد حاجة جميلة جدا 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 وحاجة مشرفة جدا طبعا. صوتك حلو يا احمد، ويمكن عملنا اكتر من لقاء لكن المرة دي حاسس ان انت منبهر شوية وعندك حضور رائع يعني. احمد، احكي لي عن يومك الدراسي. يعني اليوم الدراسي بتاعك بيبدأ ازاي، وبتصحى الساعة كام، ومين اللي بيصحيك، وهل بتصحى بدري ولا لأ؟ أنا لما في اليوم الدراسي أول يوم لما روحت فيه والدتي لما كانت بتصحيني كانت لما بتصحيني بتصحيني في ربع ساعة. اشمعنى في ربع ساعة يعني؟ أكتر. ازاي يعني؟ يعني بتصحيني ولا حاضر قايمة وانام تاني، ولا حاضر قايمة وانام تاني، رايحة جاية تصحيني ولا حاضر قايمة وانام تاني. آخر ما زيت راحت خرشة في وشي مية. يعني اخر حاجة بتزهق منك بترش على وشك مية علشان تصحى وتروح المدرسة، بعد كده بتعمل ايه يعني؟ بغسل وشي وبتصلي طبعا. تمام. وبتوضى اصلي وسندوتشاتك والشنطة والكتب والجزمة والشراب. اشمعنى الجزمة والشراب يعني؟ عشان البسهم. ماشي، كمل يعني. واروح المدرسة لما اجي واقف في الطابور او اخش الاذاعة. بعد الاذاعة بخلص مدرسة يعني بخش الحصص وخلص الحصص واروح المدرسة.
وخلص المدرسة اروح. مم. ولما اروح بحط حاجات في البيت، الشنطة وارتب مكانها، وكل حبة رغيفين كده. حبة رغيفين؟ اشمعنى رغيفين بالذات يعني؟ اكتر يعني عادي. اكتر من رغيفين كمان؟ ماشي يا أحمد. رغيفين. بعد كده بتروح الدروس بتاعتك وينتهي ولما اليوم الدراسي باجي. بتاعك. حاجة جميلة جدا يا أحمد، برافو عليك. أنت مرتب أمورك في اليوم بتاعك يعني. نسمع يا أحمد أنت نور الله فجرا. أنت يبقى صوتك فيها حلو وعايزين نسمعها إن شاء الله. اتفضل يا أحمد. نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا على قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت يا مولا صفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا نبي سلام عليك، صلوات الله عليك. رائع رائع يا أحمد، برافو عليك. أحمد، إيه الشيء الكويس اللي أنت بتحب تعمله؟ الكورة. لا، غير الكرة دي هواية يعني. إيه اللي حابب أنت بتعمله في اليوم بتاعك؟ بتساعد حد؟ بتعمل حاجة زي كده؟ ماما بس بعمل معاها المطبخ. يعني بتحاول تساعد ماما ومدبساك في المطبخ يعني؟ بخليه يلمع. ها؟ بخليه يلمع. بتحب شغل تساعد ماما في المطبخ يعني؟ بخليه يلمع. بتكون مبسوط بحاجة زي كده يا أحمد؟ طيب أحمد، هل أنت بتشارك في أنشطة خدمية في الجمعية؟ بتعمل إيه؟ بشيل مع بابا الحاجات، بنظم الجمعية، بنضفها، بكنس الحاجات اللي فيها معفنة واشيلها وارميها الزبالة. وساعات بسافر معاه برضو القاهرة مثلا، السويس، البحيرة، عشان المعارض اللبس اللي هي بتتوزع مجانا. برافو عليك يا أحمد. طيب يا أحمد، هنسمع إيه دلوقتي يا أحمد؟ احنا سمعنا إيه العمل يا أحمد؟ آخر حاجة هتقول لنا إيه؟ مصطفى. طب نسمع حاجة. أنت كنت أسمع وابشر الأول، إيه رأيك؟ ماشي. يلا يا أحمد، أسمع وابشر. اتفضل يا أحمد. اسمع وابشر يا من تفرح بهدى الهادي والسؤال نشرح، في عزك للمولى تفرح، واقرأ قول الله الأكبر، إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بك ملك المولى قد فاق، والرسل ازدادوا إشراقا، وخذنا منهم ميثاقا، إن جئت إليهم أن تنصر، إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بفروجك هرفت العرشا، والسمعت حنيسا لا يغشى، إذ يغشى السدرة ما تغشى، من مسك أو طيب أذهب، إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا يا أحمد، حاجة جميلة جدا. أسمع وابشر يا أسمع وابشر، حاجة رائعة جدا طبعا من المنشد أحمد عبد الحميد الهواري.
احمد، انت مبسوط لما بتقول اناشيد دينيه؟ اه، ببقى مبسوط فرحان. يعني بتبقى مبسوط وحاسس ان انت بتقول حاجه كويسه؟ اه. مم. عايزين بقى نسمع بقى المس كفاح، ودي حاجه بتبقى في اوقات معينه ليها طبيعه معينه. يا احمد نسمعها منك، اتفضل يا احمد. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما أبدنا أبا الزهراء، أشكي من وادي مناح الله، وعلمين النبي غالي الله، أشكي من وادي مناح الله، وعلمين النبي غالي الله، أشكي من وادي مناح الله، وعلمين النبي غالي الله، أشكي من وادي مناح الله، وعلمين النبي غالي. الله يا احمد، الله عليك. شكرا يا احمد على ذوقك العالي وصوتك الجميل ده، وربنا يوفقك ان شاء الله. احمد، قول لي يا احمد، بتحب والدتك كتير؟ أكتر واحدة. اكتر حد بتحبها؟ كتير قوي؟ قد ايه يعني؟ قد العالم. اكتر من باباك طبعا. اه. يا ابن الايه يا احمد. طيب احمد، بتحب الخروج مع عيلتك وحاجات زي كده، ولا بتحب الخروج لوحدك؟ مع عيلتي بحس إن في ناس حواليا وقاعدة تتكلم معايا وتهزر كده. بتحب العيلة يعني. اه. آه، احمد، لما بتيجي تغلط والدك بيزعلك يعني، أمم. بعدها بيكون شعورك ايه؟ شعوري بتعصب، تعصب؟ بعد ما تتعصب بعمل أي حاجة عشان أهدى. طب هل انت بتحس ان انت غلطان، اه. ولما تحس ان انت غلطان بهدى. ترجع تأسف تاني طبعا؟ برافو عليك يا احمد. طيب احمد، بمناسبة الغلط هتسمعنا ايه؟ سمعك يا نبي سلام عليك. يا نبي سلام عليك. نسمع يا نبي سلام عليك للمنشد احمد عبد الحميد الهواري، اتفضل. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بس شكرا جزيلا يا احمد، برافو عليك يا احمد. احنا معلش بنثقل عليك، واحنا فرحانين بوجودك معانا وعايزينك تبقى احسن حد في الدنيا كلها. لكن احنا حابين ده معاك، والمشاهدين حابين يشوفوك وحابين يعرفوا كل حاجة عن احمد. احساسك ايه يا احمد لما بتحصل مشكلة؟ بتتضايق وبتبقى مبسوط، ولا بتبقى زعلان؟ ببقى ببقى متضايق. متضايق. انت بتحب المشاكل؟ لا. هل في الموقف ده انت بتحب تتصرف ازاي لما تحصل مشكلة في الشارع او مع حد؟ بتعمل ايه؟ بقف أتفرج عليها، ببقى زعلان وأنا بتفرج عليها عشان ازاي هما يعني انت عندهم بتتفرج لكن زعلان من قلبي اللي بيضرب بيحصل وكده. يعني. ما عندهمش طيب قلب. ايه اللي يخلي والدك مبسوط منك؟ عشان ببقى محترم وما بكدبش. ما بتكدبش ولا بتعمل حاجة وحشة. وده برضو من خلال قناتنا الجميلة بنقول ان اي واحد بيخطأ مش عيب انه يعتذر، زي احمد كده. لو حاسس نفسه انه اخطأ وفي حاجة خطأ، هو بيعتذر عنها، لان بيعتبر الاعتذار حاجة كويسة، وده شخص محترم جدا. اي حد بيعمل خطأ وبيعتذر معناه ان ده راجل جدع، او بنت جدعة، او ست جدعة، او اي حد بيخطأ وبيعترف بخطأه، فدي حاجة كويسة جدا كبيرة يعني. احمد،
ايه اللي دايما والدتك بتقوله لك دايما؟ ما تعملش حاجة في البيت، ما تخربش أي حاجة. ما تخربش حاجة في البيت، لان هي عارفاك انت ممكن تخرب حاجة يعني وتبوظ حاجة. يعني مثلا يا احمد، زي الكوبايات اللي بكسرها كل يوم. ها، الكوبايات اللي بكسرها الكوبايات بتكسرها. كسرت كم كوباية يا احمد؟ أقل حاجة 20 كوباية. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. ايه اللي يخلي عيلتك مميزة يا احمد؟ يعني عيلة عندكم، عيلتك باباك ومامتك اخواتك، ايه اللي يخليهم مبسوطين منك؟ عشان او انت شايف بيحبوني. انها ليه العيلة بتاعتك مميزين ليه؟ ايه الميزات اللي فيهم؟ يعني بيفضلوا يهزروا وبيضحكوا معانا، ومحدش بيزعل من حد، عشان كده احنا بنحبهم. آه، ايه الفايدة اللي ممكن تعملها في يومك يا احمد؟ ايه الفايدة، الحاجة الكويسة انت ممكن تعملها في اليوم بتاعك؟ الفايدة اه، أقرأ قرآن. تحفظ القرآن. انت شايف ان ده فايدة حاجة كويسة طبعا. طبعا كتاب الله طب تنصح تعالى أهم حاجة. الشاب اللي في سنك بايه؟ تقول لهم ايه؟ انهم يقرأ القرآن. لازم أهم حاجة عند أي حد يقرأ القرآن. لو ما قرأش القرآن والله ربنا ما يدخله الجنة إلا غير لما يعمل عمل صالح ويحفظ القرآن. برافو عليك يا احمد. لما يطلب منك حاجة تعملها يا احمد، بتحب الشغل مع المجموعة ولا لوحدك؟ مع المجموع. ليه عشان ليه مع المجموعة؟ يكون روائي، يكون كل حاجة يعني مظبوطة، وكل واحد بتتشاركوا مع ليه بعض رأي. فيها وحاجات زي كده يعني. نيجي للمدرسة يا احمد، انت بتغش في الامتحانات؟ ما بتغش؟ طب ليه؟ عشان لو غشيت ربنا هياخد كل اللي أخدته مني دوت، هيودي لحد تاني ومش هيخليني أنجح. برافو عليك يا احمد. ايه الشيء اللي ممكن بتحبه، او ايه الصفة اللي انت بتحبها دايما يا احمد؟ كورة. الصفة في حياتك انت، الصدق، الامانة، الادب، الاحترام. الصدق. الصدق. بتحب الصدق دايما يا احمد؟ طيب بمناسبة الصدق يا احمد، هتسمعنا ايه دلوقتي؟ مصطفى. مصطفى يا مصطفى. نسمع منك مصطفى يا مصطفى من المنشد احمد عبد الحميد الهواري. مصطفى منبع المصطفى، سيد الأنبياء يشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي، والصلاة عليه والسلام عليه. مصطفى منبع للصفا، سيده الأنبياء مشعل في الوفا، في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه، الصلاة عليه والسلام عليه. رائع يا احمد، رائع 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 يا احمد، في كل الاناشيد اللي انت بتقولها للمنشدين اللي انت بتحبهم، حاجة كويسة جدا 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 جدا. احمد، اتنمرت على حد قبل كده؟ اتنمرت كتير. طب ليه؟ هما الأول كانوا بيتنمروا عليا. يعني هم الناس كانوا بيتنمروا عليك، بعد كده بدأت انت تتنمر عليهم؟ يعني ما بعد بقى بدأتش انت الاول يعني؟ لا. طيب انت كنت بتحس بيه يا احمد؟ لما كانوا بيتنمروا عليا اه، كنت بحس بزعل، وكنت عايز أولع فيهم. طيب بسألك، المؤمن القوي اللي بيملك نفسه عند الغضب، يعني انك تكون غضبان وتحكم في غضبك، فده من شروط الإيمان، يعني ان حاجة كويسة يعني.